السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم عندنا طريقة إنشاء بوتات اللي تتحكم بالجروبات مثل كاستر وتيجي وغيرها. طريقة سهلة، ما تحتاج برمجة، ما تحتاج خبرات. المهم أن يكون عندك خبرات بسيطة بالحاسوب، وعندك حساب ما تستخدمه ما تليجرام، وعندك لابتوب. وإذا كلش بعض الهواتف النقالة الحديثة ممكن تدعم السيرفر اللي راح نستخدمه بهذا الشرح. طبعا الشرح بسيط وسلس، صح شوي يكون مطول بس ما بي أي صعوبة مثل ما راح تشوفون. فأول خطوة نقوم بإنشاء حساب السيرفر المجاني. أنا راح أستخدم سيرفر مجاني دائما أستخدمه، اسمه c9.io. c9.io أنا أقدر أفوت من هنا على الساين إن رأسا لأن عندي أصلا حساب وباسورد. فإذا كان أول مرة لكم فأنصح تسوون ساين أب. بعدها راح يجيكم إيميل، بعد ما تملون الخانات الأولى تحطون بيه اليوزر، الثانية الإيميل، ثالثة باسورد، وراها من العروبات. راح يجيك إيميل على الإيميل اللي دخلته، تدخل عليه. ورا ما تفعله راح تطلع لك شاشة ثانية اللي هي هذا الشاشة. ثواني تطلع لكم هيك، انتوا تدوسون على create a new workplace بعد ما تفعلون الحساب. هنا لازم تعطي اسم للورك بليس مالتك. خلينا نقول مكان العمل او مجرد المكان اللي تعطي بيه الكودات. انت سميه اي شيء، مثلا حسميه نيو بروجكت، وراها اضغط على create workplace. هسه شوية راح يطول عندك، يجوز مرات 20 ثانية، مرات 15 ثانية، حسب سرعة النت وحسب سرعة السيرفر اصلا مالتهم. ننتظر شوية. هسه صار عندنا السيرفر جاهز، ومثل ما تشوفون تيرمينال جو مكتوب اللي هو راح يصير فيه الشغل مالتنا. الشغل مجرد كوبي بيست، كود تنقله تحطه بالمكان الازرق الجوا موجود وتدوس له انتر. فاحنا اول شيء ناخذ الكود راح يكون موجود بالديسكربشن. نسوي كوبي، نروح هنا بالمكان الازرق الجوا نسوي بيست او كنترول في، بعدها ندوس انتر. ورا ما ندوس انتر راح يبدي يطلع هواية كتابات، هواية سكريبتات. ما عليك غير بس انه تنتظر الى ان يطلع لك امر فون نمبر بالاخير مثل ما راح نشوف بعد شوية. مثل ما تشوفون طلع اخر شي فون نمبر. هنا لازم تدخل رقم هاتفك. بعد ما ندوس انتر راح يطلب من عندنا كود. الكود هذا راح تلقاه على رقم الهاتف او راح تلقاه على حساب التليجرام نفسه اذا كنت فاتحه الحساب اللي تريد تسوي عليه البوت. انا بالنسبه لي اخذته من الحساب راسا. ادخل الكود وادوس انتر، وبهذا يكون نصبنا البوت على الحساب مال تليجرام. بس نتاكد او نتحقق انه البوت فعلا متنصب على الحساب. نروح من الحساب اي حساب ثاني. انا بالنسبه لي راح اسوي من الحساب الشخصي مالتي، اتاكد انه يشتغل، يعني اصلا اقدر اسوي هذا الحساب هو الحساب الادمن. ادز له هيلب، مثل ما تشوفون دا يشتغل مربوط على السيرفر طبيعي والاوامر شغاله. هسه نعين الادمن الاساسي بالبوت اللي له حق يسوي جروبات وغيرها. تروحون على داتا، وراها كونفيج مثل ما موجود، نضغط مرتين راح يطلع لنا رقم 0 بالاخير. هذا رقم الصفر نخلي بدال الاي دي. في حال ما تعرفون شلون تطلعون الاي دي مال الشخص او مال البروفايل اللي تريد تخليه ادمن، تروح على يوزر انفو بوت مثل ما مكتوب اسمه. اذا تريد تطلع اي دي مال شخص مجرد تسوي اعادة توجيه لاي رسالة مال شخص اللي تعرف الاي دي مالته لهذا البوت. فانا سويت فورورد رسالة من مال الحساب الشخصي، مثل ما تشوفون طلعت لي معلومات عنه. اكو اي دي مكتوب ثاني سطر، راح ناخذها نسوي لها كوبي، نروح للسيرفر مالتنا، نمسح الصفر نحطه بدال الاي دي بدون ما نحرك اي شيء، مجرد نمسح ونخليه. وراها نروح على لانش، نسوي كليك يمنه رن مثل ما موجود. هسه اكتمل تعيين الادمن. الحساب مالتي الشخصي له حق انه يسوي جروبات. هسه نتأكد انه بالفعل صار ادمن. نروح للحساب اللي حطينا الاي دي مالته ونعطي امر علامة شارت، علامة تعجب العفو، create جروب واسم الجروب.
علامة تعجب create جروب اسم الجروب. انا سويته اتش مجرد اتش مثل ما تشوفون تم انشاء الجروب وذاك هو فوق الجروب الجديد. اسم فعل اوامر الطرد موجودة الكتاب مالته. علامة تعجب plugins enable banhammer plugins enable banhammer. لازم تتأكد من السبيل. ندزها من الحساب الشخصي مو من حساب البوت، من الحساب الشخصي. وراح يطلع لنا هيك اول وحدة تكون البانهامر، يعني تفعلت اوامر الطرد كلهم وهي تعتبر اهم شيء. نجرب الطرد من حساب الادمن، فنروح للجروب الجديد اللي صار نضيف اي شخص فيه. انا حضيف صديقي كرم. نروح من الحساب اللي عيناه ادمن، نكتب علامة تعجب كيك سبيس وراها اليوزر نيم مال الشخص اللي يريد نطرده. مثل ما تشوفون انطرد مباشرة بدون تأخير. مع العلم السيرفر مجاني، بس بما انه اعداد قليلة بالجروبات نسوي غير بس واحد لحد هسه، فراح تكون الاوامر مباشرة بدون تأخير. اما بالمستقبل شوية قد تقطع في حادثات اكثر من شخص. واذا تحتاجون اي شيء ثاني موجود المعرف مالتي بنهاية الفيديو. واتوقع هذا اهم شيء ممكن تستفيدون من عنده بالنسبة للبوتات. واشوفكم بخير ان شاء الله.